السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منار وأكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا الأكل الجميل القمر ده، الكشري المصري. طبعا الكشري المصري البيتي هيكون أحسن من بره بكتير. والعيش المحمص طبعا بالزبدة، وعملنا صلصة، وعملنا الشطة الحارة، وعملنا الدقة الباردة. إن شاء الله جوه في الفيديو هتشوفوا الفيديو اتعمل ازاي. وعملنا بقى عيش محمص كده بالزبدة والملح المبهر. وزي ما قدامكم كده الاكل يا حبايبي، وبتنجان مخلل عملنا جنبه. وزي ما قدامكم كده ما شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو الجميل القمر ده اتعمل ازاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه كده معانا نص كيلو عدس بجبه، ومعانا رز كده منقوع مغسول ومنقوع، ومكرونه سباكيتي، ومكرونه مش صغننه. وفي مكرونه اصغر من كده ممكن تحطوا برده. ومعانا العدس كده منقوع بقاله ساعتين، والبصل حوالي 4 بصلات كبار، ومعانا صلصه متفرزه طبعا هنحطها على البوتاجاز دلوقتي. اول حاجه كده هنجيب الحله وهنغسل. هنجيب الحله وهنحط الحمص فيها، وهنحط عليه شويه ميه. هنحط عليه شوية مية وهنرفعه على البوتاجاز. بعد كده هنغسل العدس اللي بجبة كمان، نغسله غسلة كويسة. وبعد كده هنحط عليه شوية مية، يا دوبك كده نغطي العدس، لان العدس اللي بجبة ده مش بيحتاج مية كتير. هنرفعهم على البوتاجاز طبعا زي ما قدامكم. وهنغطيهم. هحط شوية معلقة ملح كده على العدس بجبة والحمص، وهنغطيهم بقى كده ونسيبهم بقى على نار هادية. بعد ما يغلوا هنسيبهم على نار هادية. العدس طبعا هيشرب ميته، هنهدي النار عليه ما يكون عليه شويه ميه. معانا بقى الشعريه بقى كده سايبينها كده على جنب. واول حاجه بقى بعد كده، بعد ما نولع على العدس والحمص، هنجيب البصل بقى نقطعه شرايح خفيفه قوي، ونحط عليه ملح مبهر. وبعد ما نملحه كده بالملح المبهر، هنحط عليه معلقتين نشا او 3 معالق نشا كبار، علشان طبعا انتوا عارفين النشا ما بيغيرش لون الزيت، ومش بيخلي البصل يشرب زيت كتير، والزيت بيفضل زي ما هو في الطاسة. طبعا هنحط زيت غزير، عشان طبعا الزيت ده هنستعمله في كل حاجة. دي اول حاجة هنبدأ بيها. بدأت جبت الطاسة كده وحطيت شوية زيت حلوين كده فيها، وبدأت ان انا احط البصل، شرايح البصل بقى كده. ولازما كده ما احطش كله مرة، لا، انا هاخد شوية وهفردهم في الطاسة أول بأول كده، وهنقلب كل شوية. مش لازم نقلب كله مرة، لحد ما يوصل معانا باللون ده المكرمل الجميل. ونبدأ نفككه من بعضه كده بالمعلقة، ونخرجه بقى كده، نجيب مصفى علشان نصفيه من الزيت. ده كده رجعنا للعدس بعد ما شرب ميته طبعا، وهنهدي عليه النار. ورجعنا تاني للبصل المقرمش الجميل ده. شايفين الزيت؟ ما شاء الله. نطلعه باللون ده يا حبايبي، بلاش نغمقه عشان ما يمررش معانا. وهنبدأ نحط تاني شوية بصل تانيين لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. ما ينفعش نحطها مرة. شايفين الزيت لونه ما شاء الله، لا متعفر ولا أي حاجة، ولا لونه غامق ولا أي حاجة. بدأت كده إن أنا آخد 3 معالق على العدس بجبة، ونقلبهم بقى كده، وهنطفي عليه لأنه هو خلاص استوى ما شاء الله. والعدس مفرفر بجميل وجميل ما شاء الله، بس بلاش نزود عليه مية عشان ما يعجنش معانا. وهنسيبه بقى كده وهنغطيه، ونرجع تاني بقى نعمل مع بعضنا الرز بشعرية. وحاطه طبعا ميه كمان عشان المكرونه نسلقها. واخدت شويه زيت من طبق البصل اللي انا حمرت في البصل، وهنبدا نحمر الشعريه. مع التقليب المستمر بقى يا حبايبي، ما نسيبهاش ونروح نعمل اي حاجه مع التقليب المستمر. وهنروح نشوف نحط الملح بتاع الميه غلت اهيت. وهنبدا على ما بحط حاجه وارجع للشعريه تاني اقلبها، يعني الحلتين جنب بعض. وهبدأ بقى ان انا احط المكرونة الصغيرة الاول، وبعد كده المكرونة الاسباجيتي هنحطها. طبعا تكون الحلة مليانة مية علشان طبعا ما تعجنش معاكي، دي اهم حركة في المكرونة. نكتر لها المية علشان طبعا تطلع معاك مفرفرة وجميلة. ورجعت تاني بعد ما حطيت المكرونة، رجعت تاني للشعرية. بدأت ان انا اقلبها كده تقليب مستمر. تقليب مستمر يا حبايبي عشان كلها تبقى لون واحد. قلبت المكرونة تمام. قلبتها برضو مع التقليب، لان الاسباجيتي بتمسك في بعضها، فلازم نقلبها نفككها من بعضها علشان تكون ايه، واحده في ريح واحده واحنا بنغرفها. هنرجع تاني للشعريه كده. هي لما غلت غلوه هنطفي عليها، لان انا ما بحبش ان انا اسوي المكرونه وهي بتغلي.
هي غلت مرة واتنين هروح طافية اللي عليها البوتاجاز وسايباها 5 دقايق في المية قبل ما نصفيها. هي هتاخد بقى سواها وهتبقى جميلة. وادي لون الشعرية بالمنظر ده، احنا عايزينها باللون ده ما شاء الله. هبدأ ان انا اصفي الرز بالمصفى بقى كده، واخد شوية بشوية واحط الرز لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. طبعا معروف ان الرز بشعرية طبعا تكون الشعرية اكتر من الرز، علشان يكون ده في الكشري المصري نكتر الشعريه شويه، تكون الشعريه اكتر من الرز. وهبدا اقلب كده التقليبه ديت، يعني زي ما تكوني بتحمصي الرز كده مع الشعريه، بتدي نكهه جميله وطعم جميل. احط شويه فلفل اسود ومعلقه ملح واقلبهم برده كمان. حركه الفلفل الاسود ده بيخلي لها طعم حلو كده وجميل. وبدات ان انا احط الميه يا حبايبي زي ما قدامكم كده، يا دوبك اغطي الرز، لان انتوا عارفين الشعريه مش بتاخد ميه كتير، والرز منقوع مش هياخد ميه كتير، يا دوبك اغطي الرز. وكده المكرونه بسم الله ما شاء الله صفيتها، حطيت عليها شويه ملح مبهر من اللي احنا عاملينه، وحطيت عليها شويه زيت من زيت البصل اللي احنا محمرين فيه البصل. وهنرفعها على النار حوالي 5 دقايق بعد ما صفيناها وبعد ما حطينا عليها النكهات بتاعتها، وحطينا شويه فلفل اسود برده. وهرجع احطها على البوتاجاز 5 دقايق او 4 دقايق، يا دوبك كده. لو فيها شوية مية ولا حاجة بعد التصفية، يا دوبك تستوي عليها. وجبت عيش بقى قطعته مثلثات كده، وطبعا وزعته كده في قارب، وحطيت عليه شوية ملح مبهر. وبدأت ان انا اجيب مكعبين زبدة وادهن كده بالفرشة العيش، علشان ما استهلكش الزبدة كتير او سمنة كتير او زيت كتير. يعني بالفرشة كده، وهنلمس عليه كده، ويكون الفرن حامي حبايبي والشبكة في النص. وهنحط العيش ده في نص الشبكة يتحمص من فوق ومن تحت. وادي الحمص استوى ما شاء الله. نرجع بقى للدقة. معانا معلقة توم، ومعانا فلفل حار سوداني حار جدا. انا بناتي لازم انا احط فيه الفلفل، لازم انا اقطعه كده صغير واشوحه كده مع التوم لحد ما يدي لون اصفر ذهبي فاتح قوي. هنبدأ نحط خل، بس اهم حاجة التقليب، علشان طبعا احنا برضو في نفس الطاسة بتاعت البصل كنا سيبنا 3 معالق زيت، عملنا فيهم الايه، التوم مع الايه، مع الشطة الحارة. وبدأت كده ان انا اقلب تقليب مستمر عشان تبقى لون واحد برضه، عشان التومة تبقى كلها لون واحد. وبدأت كده يا حبايبي ابص على العيش واقلبه من فوق لتحت. سبت التومة شوية كده وقلبت العيش ورجعت لكم تاني. معانا نص كوباية خل وكوباية مية، وحطينا شوية فلفل اسود والبهارات المشكلة الجميلة. وهنرجع تاني نحط شوية البهارات تاني، علشان حسيت ان البهارات كده قليلة، فانا حطيت بهارات تاني. ومعلقة صلصة بقى كده اهو، معلقة تانية. وشوية ملح بقى، شوية ملح. طب شوية ملح صغننة كده. وطبعا نعمل حسابنا ان احنا لسه ما حطيناش برضو للصلصة. حطينا معلقة ملح، حطينا معلقة بهارات مشكلة بمعلقة فلفل اسود صغيرة، وقلبناها وسبناها لما غلت. وبالمنظر ده جينا بقى نعمل الدقة الباردة. عملنا معلقة توم، مكعبين ليمون من اللي عندنا في الفريزر، ونص كوباية مية، و5 معالق خل. وبدأت ان انا اقلبهم كده، دي الدقة الباردة يا حبايبي. وكده بدأت ان انا افضي الشطة طبعا الحارة. انا حطيت معلقة شطة ومعلقة بهارات مشكلة، عشان دي بقى شطة حارة. وبدأت ان انا احط الصلصة كده في بولة صغيرة عندي، والدقة والشطة بقى حطيتهم في البولات كده بالمنظر ده. ورجعت اشوف العيش لقيته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله محمص وجميل. بدأت ان انا اخرجه بقى من الفرن. ويلا بينا نشوف هنغرف الاكله دي. شايفين الرز مفرفر وجميل، ولا معجن ولا اي حاجه، بطريقه سهله وبسيطه خالص. بدأت ان انا اجيب القارب كده، واحط بقى اول حاجة، اول طبقة هنحطها في الكشري اللي هو الرز الايه، رز بشعرية. هنحط كده طبقة خفيفة، وبعد كده هنرجع للمكرونة. هنحط بقى مكرونة تاني خطوة. وبعد كده العدس بجبة حبايبي. طبعا اللي شايفين المكرونة مفرفرة وجميلة، والعدس بجبة مفرفر وجميل ما شاء الله. نبدأ نحط العدس، واخر حاجة بقى هنحط الحمص. هنجيب الحمص بقى كده، شايفين العيش مقرمش وجميل وما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله جميل جدا. بدأت ان انا ارص العيش المقرمش ده المحمص حوالين القارب، حوالين الكشري. واوزع بقى الحمص، اخر حاجة بقى الحمص. وبعد كده البصل المقرمش هنحطه كده بطريقة حلوة، بحيث كل حاجة تبان معانا. شايفين قرمشته ما شاء الله. وكده حبايبي الاكل الجميل القمر ده
يا رب اكون بفيدكم في فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. ودايما اعملوا حاجتكم بحب، حبوا الحاجه وانتوا بتعملوها عشان تطلع من تحت ايدكم جميله. واقول لكم بقى الاول كده، اللي عايز اي حاجه يتفضل يكتبها في الكومنتات وانا هعملها له. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.